السلام عليكم، كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة هنعمل مع بعض القرص الطرية الفلاحي او البكاكيم او البكاكين. هي ليها كذا اسم يعني، بس احنا عندنا هنا في الارياف بنقول عليها القرص الطرية الفلاحي. هنعملها ان شاء الله بمقادير مظبوطة جدا. تابع الفيديو للاخر عشان هتستفادي جدا جدا باذن الله. نسمي الله ونبدأ مع بعض. اول حاجة معايا 280 جرام من اللبن الرايب اللي هو التقيل مش السايل اللي هو بيبقى شبيه بالزبادي ده. معايا 250 ملي من اللبن او الحليب، ومعايا 150 جرام من السمنة البلدي. انا عاملة سمنة مخلوطة، سمنة جنة على سمنة بلدي. وبرضو لو عايزة تجربيه بسمنة جنة بس عادي، انا جربتها بيها كانت جميلة جدا مفيهاش اي مشكلة. وبديل للبن الرايب لو مش عندك ممكن لبن عادي وعليه علبة زبادي، او تعجني بكله بلبن عادي، او ممكن لبن وعليه خل. ومعايا كيلو دقيق مخبوزات يكون ليه عرق كويس. هنا اول حاجة ضفت المقادير السائلة، ومعايا معلقتين كبار من السكر ومعلقة صغيرة من الملح وباكت خميرة فورية. بضيف المكونات دي المكونات الاساسية بتاعتي. انا ممكن ما تحتاجيش للنص للكوباية المية اللي انا هضيفها دي بالتدريج. انا ضفت الاول دلوقتي نص كوباية مية عشان الم العجينة بيها، كانت العجينة ناقصة سوائل. ممكن حضرتك ما تحتاجيش المية اصلا وتكتفي بالمقادير اللي انا قلتها في الاول الفيديو، بس عشان خاطر هي بترجع لنوع الدقيق في الاخر. يعني ممكن دقيق بيحتاج سوائل كتير، وممكن دقيق ما بيحتاجش سوائل خالص. يعني السوائل اللي هي الاساسيه اللي في اول الفيديو ممكن ما تحتاجيش الميه دي خالص، ما تضيفيهاش. بس انا هنا احتاجت الكوبايه كلها، يعني انا حطيت بقيتها خلاص كده. انا يعني بحطها بالتدريج، مش بحطها مره واحده، عشان ممكن لو كبتيها مره واحده تروحي مزوده الميه زياده عن اللزوم، هتحتاجي تحطي دقيق تاني. لا انا بحط واحده واحده. انا عايزه عجينه ملزقه كده زي ما حضراتكم شايفين، بتلزق في ايديا، بس مع العجن هتسيب من ايدي خالص وايدي هتنضف، والبوله بتاعتي بتبقى نضيفه جدا. عايزه عجينه لينه جدا طريه جدا جدا مطاطيه عامله زي الاستيك بالظبط. بعجن بقى حوالي ربع ساعة كده متواصلة، يعني زي ما ربنا يقويكي اعجني. فانا عجنتها ربع ساعة لحد ما خدت عجينة مش بتقطع زي ما انتم شايفين كده. انا بشدها بتتقطع من، لا انا عايزة اشد العجينة تعمل زي اللبانة بالظبط، تمط معايا كده. اعرفي ان العجينة بتاعتك مخدومة خلاص مخدومة كويس جدا، والعجينة هتطلع معاكي زي الفل. زي كده بالظبط. العجينة انا خلصتها بعد ربع ساعة عجن، بقت زي اللبانة بالظبط او الاستيك او حاجة مطاطية. بمطها بقعد امط فيها وناعمة جدا، يعني بمطها مش بتتقطع معايا، وناعمة جدا جدا زي ما حضراتكم شايفين كده. كده العجينة بتاعتي مظبوطة مليون في المية وما فيهاش غلطة. اي عجينة عموما بتعجنيها لازم تبقى كده. انا كده اديتها عرق كويس جدا، وعملت لها القوام بتاعها المظبوط وعرق كويس. بس ببدأ اغطيها بستريتش راب وبسيبها على جنب تخمر. طبعا احنا دلوقتي الجو مش ساقع قوي، فما بتحتاجش وقت كتير للخمران. قعدت حوالي نص ساعة او اقل كمان وخمرت معايا، ضعفت حجمها في البولة زي ما حضراتكم شايفين كده. ببدأ انزلها بقى من البولة، وببدأ اعملها على شكل اسطواني. بهبط منها الاول الهواء اللي جواها، وببدأ اعملها على شكل اسطواني كده، وببدأ بقى اعملها على كور صغيرة. الكرة ديت انا وزنتها بالميزان، لان انا بحب اوزن الحاجات دي بتبقى قد بعض، يعني بتبقى شكلها احلى. لو حضرتك ما عندكيش وقت الميزان، انت حضرتك ممكن تقطعيها قد الليمونة الكبيرة. انا هنا عملتها الكرة 40 جرام بالظبط. فلو مش عايزه ميزان اعمليها قد الليمونه زي ما قلت لحضراتكم. ببدا كده بطاطا اعملها بايدي زي ما حضراتكم شايفين كده، والمها بالصباع اللي هو الكبير ده، وابدا ان انا انعمها على اي سطح عندك، طبليه بقى، رخامه، اي حاجه. ولازم العجين يبقى متغطي كويس جدا زي ما حضراتكم شايفين كده، عشان ما يعملش طبقه ناشفه من فوق الوش ويقشف معاكي. هنا انا رصيتها في الصينيه كده زي ما حضراتكم شايفين، في كور كبرت وفي كور لسه صغيره. الكور اللي كبرت دي اللي ارتاحت معايا، اللي انا عملتها في الاول دي اللي انا هبدا بيها تبطيط. وبرضو بغطيها بكيس بلاستيك، برضو ما بسيبش العجين عريان نهائي. في اي خطوه بتعمليها في العجين ويبقى مكشوف ما تسيبوش مكشوف، لازم يتغطى. هنا بقى ببدا ابطط كده كام واحده بايديا الاتنين كده. انا بشتغل بايديا الاتنين في الحاجات اللي زي كده، لان لازم ابقى سريعه، لان الجو بدا يحرر. فلو سبت الحاجات دي خمرت زياده عن اللزوم او غابت شويه فالعجينه هتبوظ مني. فانا لازم ابقى سريعه في الحاجات اللي زي كده. ببدأ بقى ابطط كده، وببدأ ان انا اخد من السريع من النص لبره ومن النص لبره في الاربع جهات. وببدأ ان انا ابقى ايدي على الهوا خالص، مش بتكه بالسريع على العجينه عشان ما اكسرهاش خالص واخليها
تبقى رفيعة معايا، انا عايزاها العجينة متوسطة القوام مش رفيعة ولا تخينة، عشان ما تبقاش رفيعة قوي هتنشف مني، ولو تخينة قوي هتبقى اللبادة بتاعتها كتير وهتبقى مش حلوة خالص. فانا بعمل ايدي على الهوا خالص زي ما حضراتكم شايفين كده، وبخليها قوامها مناسب لا تخينه ولا رفيعه، وبحسس كده بايدي، لانك انت ايدك ميزانك، انت اللي بتحسي بالحاجه. لقيتيها فيها حته تخينه بترفعي بالسريع زي ما انت عارف، ده القوام اللي انا عايزاه. هنا برضه عشان اعمل المطاول اللي هي البكاكيم او القرص الطريه المطاوله بتاعتنا، ببدا ان انا اخلي ايدي بشكل طولي كده، ببططها بشكل طولي، وببدأ اعمل كام واحدة برضو جنب بعض، بس ما بكترش عن 5 أو 4 عشان خاطر ما يقشفوش معايا او يعملوا طبقة خارجية، لان طبعا العجين لما بيتعرى كتير بيعمل قشرة كده فوق الوش وما بيبقاش حلو خالص. ببدأ كده اخد رشة دقيق، ولازم رشة الدقيق دي عشان لو العجينة ما ترشيتي تحتها دي مش هتعرفي تتعاملي معاها لانها بتبقى طرية جدا، فلازم رشة الدقيق دي. ببدأ كده ابطط كده زي ما حضراتكم شايفين، وباخد من السريع من النص لفوق ومن النص لتحت، ومش بتكه في النص خالص عشان القلب بتاعها ما يسقطش مني او يطلع ناشف من الفرن يعني وقلبها سقطان كده. وهنا برص عندي ديت رخامة البار، رص عليها العجين كده وتحتها قماشة نظيفة، وبغطيها طبعا اللي انا يعني لازم تتغطى كويس عشان ما تقشفش معايا، وبسيبها ترتاح او تخمر تاني، عشان خاطر لو دخلتها كده الفرن مش هتقب معايا، لازم تخمر تاني وتضاعف حجمها تاني عشان خاطر تقب معايا. هنا بقى عشان اعمل الرقاق بعمله طبعا من نفس العجينة دي، وبيبقى طعمه روعة وخرافة وطري جدا. باخد برضو ببطط كام واحده جنبي، وباخد من النص لبره ومن النص لبره زي ما حضراتكم شايفين كده، وما بحاولش اتكه في النص، انا عايزاه كله تبقى سوا واحد عشان خاطر ما تطلعش ناشفه معايا، وما برفعهاش قوي برضو. وباخد كده عشان لو حد طبعا دي طريقه تانية، لو حد مش بيعرف يشيل الرقاق او يتعامل بيها بايده، انت هتبدأ من الاول خالص على المطرح، هتحطي العجينه زي ما انتوا شايفين كده وتعملي بالمطرح، هتحطي عليها رشه دقيق وهتحطي الرقاقه وتبدأي من اول خالص على المطرحه وتبططي على المطرح عشان يبقى سهل معاكي ان انت تشيليها وتحطيها على الصاجه زي ما انتم شايفين كده. انا بحطها بايدي، وهحط لكم واحده كمان بالمطرح. الصاجه دي انا مسخناها كويس جدا على نار متوسطه مش عاليه عشان الرقاق بتاعي ما يتحرقش بسرعه وياخد لون وهو ما استواش بس. وبابا واقفه جنبه طبعا، انا ببطط وبخبز على طول زي ما الرقاق ما بيرتاحش، الرقاق انا بفرده وبروح خبزتها على طول جنبي على الصاجه زي ما انتم شايفين كده، بعمل 3 4 وحدات جنبي مش اكتر من كده، وبخبزهم مره واحده واروح اعمل 3 تانيين واخبزهم برضو مره واحده، وهكذا. بقف جنبه كده زي ما انتم شايفين، اول ما يعمل اللون ده بقلبه على الوش التاني لغايه ما ياخد اللون الذهبي ده، بشيله وبرصه فوق بعض على اي قماشه نظيفه او فوطه نظيفه، وبحطه فوق بعض وبغطي عشان ما ينشفش معايا بس. هنا عشان اسوي في الفرن بقى، طبعا الفرن انا مسخناه على اعلى درجة حرارة من فوق ومن تحت من قبل ما اخبز اصلا بربع ساعة، وببدأ كده اخد كام واحدة عندي على المطرحة، وببدأ ان انا اخدها واحطها على صاج مقلوب كده. ممكن لو حضرتك مش عايزة تحطي على صاج مقلوب ومش بتعرفي ترمي العجين كده على الصاجة، ممكن ترصيها في صينية قبل ما تدخليها الفرن وتدخليها بالصينية، بحيث ان انت تبقي مالكة اكتر وتعرفي تتحكمي فيها اكتر. وهنا اول ما بيقب معايا كده ببدأ بعصاية الخبيز، بجيب البكاكين بتاعتي شمال ويمين عشان اللون بتاعها يبقى موحد. وطبعا بقفل باب الفرن وانا بخبز، لان طبعا لازم الباب يتقفل، لان لو سبتيه مفتوح الحرارة بتبدأ تخف من الفرن والعجين مش هيقب معاكي، لازم الباب يتقفل. والبكاكين بتاعتي بطلعها اول ما تطلع من الفرن بحطها فوق بعضها على فوطة نظيفة او قماشة نظيفة وبغطيها عشان ما تنشفش مني. هنا بقى للتسوية على الطاسة من فوق يعني او الجريل، برضو على نار متوسطة زيه زي الرقاق مش عالية. اول ما بحط كده برص كام واحدة، اول ما يعمل الفقاقيع الصغيرة دي ببدأ ان انا اقلبها على طول. انا هسيب لكم ديت اللي هي المطاولة دي مش هقلبها عشان تعرفوا انا قصدي ايه، لازم اول ما تعمل البابلز الصغيرة دي او الفقاقيع الصغيرة تتقلب على طول، عشان لو سبتوها تقب الفقاعة دي او البابلز دي تقب قوي وجيتوا قلبتوها مش هتقب، يعني خلاص هي كده خلصت. لازم اول ما تلاقوها عملت البابلز الصغيرة او الفقاقيع دي تقلبوها على طول. وببدأ ان انا اقعد ادير فيها كده شمال ويمين لحد ما تلاقوا الحتة السخنة في الطاسة هي اللي هتخلي لكم العيش القرص بتاعتنا يعني تقب. هنا شايفين حتة كده مش قابة، ببدأ ان انا اقلبها، كل ما اقلبها على حتة سخنة بتبدأ انها ترتفع معايا. هنا دي اللي انا بقول لكم عليها، الفقاعة كبرت قوي ازاي، لو جيتوا قلبتوها مش هتقب معاكم، خلاص هي كده كده خلاص مش هتقب استحالة، لو قلبتها هتبقى على وضعها مش هتقب زي الاتنين دول.
وبرضه هعمل لكم واحدة عملي زي ما انتوا هتشوفوها دلوقتي عشان تعرفوا انا قصدي ايه. بس وببدأ ان انا اشيلها باللون ده كده، وببدأ ان انا اطلعها على برضو على قماشة نظيفة واغطي. لازم يتغطى وهو طالع عشان ما ينشفش معاكم. اهم حاجة لازم يتغطى العجين كله بعد ما يستوي عشان ما ينشفش معاكم. هنا بقى شايفين اول ما تعمل البابلز الصغيرة دي ببدأ ان انا اقلبها كده. دي كانت هتبوظ مني بس الحمد لله قبت برضو. فلتت من ايدي كده غصب عني. بس زي ما انتم شايفين كده قبت وبقت زي الفل. هو ده اللي انا اقصده. وزي ما انتم شايفين كده القرص بتاعتي خلصت وزي الكتاب ما قال. هنا انا مش متقله اللون قوي في الخبيز، عاملاه اللي هو اللون الذهبي الجميل ده. في اخر الفيديو كنت خابزه برضو قبل كده، صورته كده في اخر مقطع، عاملاه مغمقاها شويه. براحتكم التسويه دي اللي انتوا عايزينه اعملوه. وزي ما انتم شايفين كده كله قابب والرقاق طري جدا ولونه جميل جدا. وطعمه بقى ما اقولكوش، جربوا الوصفة دي بجد هتنبهروا. انا عاملاها بالسمنة اللي هي الفلاحة على سمنة جنة. لو عايزين تعملوا بسمنة جنة بس هيديكم بصوا تطعيمة ملهاش حل. وزي ما انتم شايفين كده قابب ومن جوه اللي بدا مش كتير وزي الكتاب ما قال. بجد جربوا الطريقة دي ومش هتندموا. والرقاق كان طعمه روعة. العجينة دي من انجح الطرق عشان تعملوا رقاق وبكاكين او قرص فلاحي. اعملوها وعلى ضمانتي بجد والله عالمي. حاجة كده تفتح النفس. واهم حاجة بس وانتوا بتطلعوا من الفرن او بتعملوا على الطاسة اللي يطلع تحطوه وترصوه وتغطوه عشان ما ينشفوش منكم. اي حاجة عايزين تخلوها طرية غطوها، ما تسيبوش الحاجة دي عريانة. ودي برضو اللي كانت معمولة على الطاسة القبت زي ما انتم شايفين كده حاجة طرية وبتدوب في البق. وطبعا انا بعملها على طول للسحور، مش بنستغنى عنها هنا خالص. بس انا مش بعمل طبعا كل يوم، يعني بعملها كل اسبوع. بعمل كمية يعني محترمة كده. وبعد طبعا ما بتطلع من الفرن واخلصها تماما بسيبها تهدى من الحرارة. وبعد كده بعد ما بتبقى دافية يعني بروح معبيها في اكياس وشايلها في الفريزر. ولما بعوز منها بطلع على قد اللي احنا عايزينه وبسيبها تفك بره وبناكل منها بتبقى كأنها لسه معمولة بالظبط. وبألف هنا وشفا يا رب على اللي هيجربها. بجد مقادير مظبوطة 100%. جربوها بإذن الله ومش هتندموا. وكده الفيديو بتاعي خلص. يا رب ما اكونش طولت عليكم واكون فدتكم بمعلومة ولو بسيطة. وكل سنة وحضراتكم طيبين طبعا. تعيشوا وتعملوا الخير كله يا رب. دمتم في حفظ الرحمن. مع ألف سلامة.